اليوم كنتواجدوا بالمركز تحقن الدم ديال ثانية الرمل في اطار واحد الحمله اللي هي بمناسبه اليوم الاممي للمراه اللي كيصادف 8 مارس من كل سنه. هذه الحمله هذه بشراكه مع مركز الجهوي لتحقن الدم وجمعيه دمك حياتي ومجموعه ديال الفعاليات المدنيه والمواقف التنسيقيه اللي كنشتغلوا بها في مدينه تطوان. ارتئينا اليوم بهذه المناسبه ان خير ما نقدموا لها النساء ديال المدينه ديالنا هو اننا نتبرعوا بالدم ديالنا لهم، اللي كنعتبروا ان المراه هي الجزء المهم داخل المجتمع، الا ما نقول هو صمام الامل ديال المجتمع. وكذلك على ان دائما المراه هي المعطاء هي الحياه، واليوم بغينا نقولوا على ان حتى حنا كنعطيو الدم ديالنا كعربون كل ما قدمته النساء، سواء كان في المجال الاسري او حتى في المجال المهني. وخير ما يمكن ان نقول على ان النساء ديال المركز اللي كيشتغلوا في هذا المركز هذا دائما متفانيات في العمل ديالهم، وهو بمثابه رد الاعتبار كذلك للنساء والحقوق ديالهم داخل المجتمع. ولاننا دائما كنقولوا لا يمكن ان نكتسب رهان التنميه بدون ان تكون النساء متمكنات من حقوقهن. وكل سنه ونساء العالم بألف خير. كتواحد القضيه ديال التبرع رئيسة الفيدرالية المغربية الدولية لجمعية المجتمع المدني كانت طنجة الحسين، وكذلك رئيسة منظمة الحقوق والسلامة الإنسانية. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة جينا لنا متطوعين الحمد لله تنسيقية في بزاف ديال الجمعيات. البنك ديال الدم ناقص بزاف، فعقنا نعملوا نشاط ديال الغناء ولا ديال بحال اللي كنعملوا دائما. هذه المرة فكرنا نعملوا التبرع بالدم، شي حاجه اجتماعيه كنحتاجوا الدم كاملين بينا وكلشي كيحتاج هذا النشاط هذا. اذا هذا النهار هذا كنقدم التهاني لكل النساء العالم من جميع الصناعات، ولكن اللي كخصنا هي دابا ديك ربات البيت حتى هي خصنا نفكروا فيها، هي اللي كتخرج هذا النماذج وهذا النساء المجتمع والتلاميذ وكلشي هي المدرسه. بالنسبه لهذا النهار هذا حنا عندنا 365 نهار كامل ديالنا و4 ساعات حتى هي، ولكن هذا النهار هذا كنفرحوا بزاف اللي الرجال كيفرحوا بنا حنا مكرمين من عند النبي صلى الله عليه وسلم والدين ديالنا كرمنا، ولكن هذا النهار هذا زايد شي وجه حنا كنعدلوا هذا الشعار. ومرحبا بكم من عندنا كاملين بكم. كنتمنى الناس كاملين يجيو يتبرعوا بالدم، ماشي ضروري يكون اليوم العالمي للمراه، ولكن كل واحد مراه كملت 3 شهور تجي تعطي الدم، الراجل خصو يكون شهرين يجي يعطي الدم بلا ما يكون مناسب. وشكرا. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أما بعد، معك عبد القادر الزكري، رئيس الأعمال الاجتماعية داخل المنظمة الديمقراطية لمهني وسائل الأجرة بتطوان المختصرة في ODDL، وعضو في التنسيقية المحلية للمجتمع المدني. بهذه المناسبة اللي هي معروفة يوم العالمي للمرأة اللي كيصادف كل عام 8 مارس. الحمد لله التنسيقية اللي الصراحة بدات تقريبا 13 جمعيات من المنظمه ديال الديمقراطيه، الحمد لله دابا كبرات وصلت حتى 18 جمعيه الحمد لله. هذه واحد البادره الحمد لله في هذه مدينه تطوان اللي سابقه سبحان الله في المجتمع المغربي ككل. وكما لا يخفى عليكم نظمت بهذه المناسبه ديال المراه، نظمت هذه التظاهرات اللي هي التبرع بالدم. الحمد لله لقات لحد الساعه الصباح لقات واحد الاقبال من الساكنه مدينه تطوان، اللي هي الساكنه الحمد لله اللي دائما كتظهر لنا دائما فيما كيكون واحد النداء كتجرى هي السباقه على النداء. ولا يخفى عليكم هذه واحد الماده حيويه خلق الله سبحانه وتعالى فينا، وبالتالي ما يمكنناش نحتفظوا بها راسنا. بقاش موقف عليها الساكنه تكون عاجبونا الحمد لله موجودين في اي مظاهره عاجبونا. ولهذا كنوجهوا بهذه المناسبه هذا المنبر الطيب كنوجهوا جميع الساكنه مدينه تطوان وتوجهوا المركز. الحمد لله باقي الباب مفتوح اليوم وغدا وهذا بقاش ما كانت الساكنه يكونوا واحد المجموعه وتوجهوا في المركز. وكذلك كنوجهوا النداء جميع المغاربه اللي يقوموا بهذا الدور اللي هو دور فعال في المجتمع، لان هذه الماده كما قلت ماده كيحتاجوها جميع المغاربه. وتحيه لكم، حفظكم الله. ولا يخفى عليكم هذا واحد العمل خيري انساني جميع المغاربه خصهم يقوموا به، والله لا يضيع اجر المحسنين. كذلك
كنشيد بمجهودات المراه المغربيه اللي الصراحه وخصوصا المراه التطوانيه اللي كنرفع لها القبعه من هذا المنبر، لان معنا اطرها الطبيين واخا العيد ديالهم راه الحمد لله قايمين بالواجب، كذلك المركز كذلك جميع الاخوان والاطر اللي قاموا بهذا التنظيم هذا كنحييهم هذا المنبر وكنرفع لهم القبعه وكنقول لهم تحيه عاليه وغنيكم جميعا وشكرا لكم جزيلا.